بيكم. دلوقتي هوريكم ازاي نعمل شرايح الستيك على توست ريتش بيكن محمص. دلوقتي انا هعمل حاجتين في نفس الوقت، اشوح التوست مع الثوم وهشوح الستيك في نفس الوقت. عليه حبة ثوم، احط عليه حبة ملح وفلفل، احط عليه ملح وفلفل. احط بقى الناحية التانية برضو عشان يبقى تبلنا الناحيتين. هحط دلوقتي التوست ياخد بس تشويحة كده. هسيب الستيك لمدة 4 دقايق على ناحية واحدة وبعدين اقلب. ستيك حلو قوي ها. بالنسبة للستيك لازم تعرفوا ان عشان نضمن ان الستيك يفضل طري من جوه وجوسي كده، هو ان احنا بنبقى معليين الطاسه جدا 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 قبل ما نحط الستيك عشان اللحمه تاخد شوك. اللحمه لما بتاخد شوك بتخزن كل الجوس بتاعتها جوه اللحمه، بتبقى احسن وتبقى طريه، عمرها ما بتبقى ناشفه. شكلها ميديوم رير، مش لازم تستوي قوي عشان لسه هحطها على النار تاني مع الفلفل والبصل. الستيك شكله خطير. اللي هعمله ان انا احط زيت تاني في نفس الطاسه، مكانها لسه طعمه لحمه، فانا عايزه اخد الفليفرز اللي نزلت دي. هحط البصل وهحط الفلفل. انا عايزه بس البصل يوصل ان هو يبقى كارملايزد شويه كده، يعني يدبل ويبقى لونه بني فاتح. احط الستيك. انا اول ما احط واحده احط عليها الجبنه على طول عشان تسيح. دي كانت وصفتنا من ريتش بيك، توست بالستيك. جربوها، حلوه جدا جدا. بون ابيتي.